السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو قصير كالعادة نحكيو في واحد الموضوع ويصرالنا بزاف حنا، والشعب الجزائري فيه الطبيعة هذه هي نورمالمون ينحيوها، انه كيعيط لك في التليفون ومتهشى عليه ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا واحد المدة هكذا. كاين الوقت اللي تهز عليه يقول لك انت عيطت لك وما زدتش عليا وعلى ما زدتش عليا، واش دخلك؟ باش حاب نهضر معاك؟ هذا اللي يقول لك على ما زدتش عليا والله عيط لك بزاف ما زدتش عليا هكا، واش دخلك؟ راه تعلمني نكذب. دوك انا كي نعود مانيش قادر نهضر، والله راني في السيارة تاعي نسوق، والله مانيش قادر نهضر، انا مش قادر، راني مقلق مانيش قادر نهضر. ها وانت تقول لي السؤال كيف نجاوبك؟ لازم نكذب. واش نقول لك؟ نقول لك طيشك من ونطيشك من، وانا باش ما نكذبش نقول لك مانيش باغي نهضر مع جدك، هذا هو الحل. او لازم تقول لهم على ما زيدتش. ممكن الواحد مقلق مش قادر يهضر، او يسوق او شغل او نسى التليفون تاعو، وحنا كامل عندنا ولاد يهزوا التليفون يديو يلعبوا به، اللي يعيط يكوبيو عليه. ما تستقسيش تعيط في التليفون، نقول له واش تحتاج وخلاص الهضره. انك تحوش تحاسب، انا تولي لي اللي نقول لك لا ما زدتليش، نقول له مش باغي نحكي مع جدك وما زدت تعيط لي. تبان لي هذا هو المنطق. ديجا باش تفهم، باش نفهمك انا دوكا تفكرت على خلاف باش تفهم. التليفون تاعك كي صوني على مصلحة تاع السيد اللي يعيط لك برك، وعلى جميع المستويات. يعيط لك على المصلحة تاعو ويبقى يعيط حتى تفريها له، راك فاهم؟ إن فوا تفريها له والله تقول له باللي مانيش قادر، ما يزيدش يصوني التليفون. اقسم بالله ما يزيد يصوني التليفون عندك، يعيط لك النهار اللي يحتاجك وفقط، وفي جميع المستويات. ايوه المهم هذا هو الحل. يعيط لك يقول لك وين كنت والله كيفاه، قول له مانيش باغي نهضر معاك. انت نورمالمون تعيط تحكي على المشكل تاعك خلاص. هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بسلامة، تحية لكل الزملاء.